المهم هياي بلنا شوية قاشينا سلاح أبو الراي هياي تبناه 10 دقيقات زيادة. اكس اف اي جاهز من الليكة حريت أنا قلت ترجمته. اكس واحد هبني. اكس واحد هبني. اكس الليكة ولا الليكاني؟ تمام. وتمنيتنا كمان جاهز الليكة. أزق إن استبديته أولا سناي دحن متأكا هو سلاح أبو الراي من هالليكة كمان انتهى حتى هبنيته عبات 100 تمام. المهم بلغنا عدد قلنا استبديته من كان كمان متابعين بندي في فيسبوك دي بصفحة ناحونا يهنس ومنه بنسرق اللي شارك لي قدر طبعا كان اللي شارك أولا دحن متأكا حصل أبو الراي. طبعا أنا سنسمع طبعا وإلا طبعا أول مرة توتا دي غرفة دلالة اللي أنا متأتو سلاح أبو الراي وإن شاء الله كمان أقرأ لك التلالايق اللي قبعتها يوم ندوة الله أولا لحمد أقبولوا يا جماعة كلكم فيوريتات نيجيريا فيوريتي قصروا منوني اللي يكون مسنا كبوتو ومن التلالينا يوم ندوتنا بالعنوان لذكور العال مخرجاتنا اجتماعاتنا فرانكفورت مخرجاتنا اجتماع من يوم 14 اللي لشهر 12 لقبا أسك يوم 16 لواصلات مثلا بالتالي اللي بالاجتماع يعني اجتماعات العلاوة اللي بالاجتماعات اللي لقبت ثمانية اللي كان بالتالي دقيقة تكررت حتى معليش يا جماعة مشكلة حصلت دي بنسلب جهاز اللي قبل اللي ندوديت المجنيت دي بالاجتماعات اللي طبعا برعايتنا برعايتنا بلاتفورم لقباته برعايته وفي نفس الوقت يعني دي من يوم 16 ديسمبر أسك من يوم 14 ديسمبر أسك يوم 16 ديسمبر لا تقايسات مثلا فبالتالي دي اللي كانوا إعلان فقرة يعني بإعلان فقرة ولا إعلان شوية يعني ممكن أقرأ لكم الإعلان اللي ومنه هي دي بسيت نتأوى لديك الناس تبديته طبعا الإعلان نبل كله كم يعني 5 إيرات نقرأ أنتو ويمكن يعني تركيزنا نقاش قلنا دي بالله. الإعلان نبل نرحب باتفاق السلام الإريتري الأثيوبي الذي أزال الأوداع التي تشكل تهديدا للسيادة الإريترية للسيادة الإريترية وعليه تحث على ترسيم الحدود في وجه أسرع. وإذ نرحب برفع العقوبات التي كانت قد فرضتها الأمم المتحدة حيث أنها مهمة لإزالتها ولإزالة أحد عوائق الإجماع الوطني. وإذا تأكد أن الجنحة الملحة والتطلع إلى المصالحة الوطنية الشاملة واعتزاز وروح السلام الواضحة والوطنية والوحدة الوطنية. يدعو المشاركون في الندوة الإريترية التي تمت برعاية إيري بلاتفورم في مدينة فرانكفورت بألمانيا من 14 إلى 16 ديسمبر 2018 جميع المواطنين الإريتريين داخل البلاد وفي الشتات وأولئك الذين في المعارضة وكذلك أعضاء وأنصار الحكومة إلى 1 المطالبة والعمل بشكل عاجل من أجل تأسيس حكومة دستورية تحمل الحقوق الأساسية للمواطنين وتحمي المصلحة العامة وتحمي المصلحة العليا للأمة. 2 تدعو بقوة لحماية حقوق الإنسان الإريتريين الذين يعانون من أوضاع مزرية بسبب الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتحث الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والحكومات في بلدان المرور والعبور ومنظمات حقوق الإنسان إلى جميع أنحاء العالم على التدخل هذا. وقد أنشأنا فرقة عمل عالمية للتعبئة من أجل الوصول إلى جميع المواطنين الإريتريين المعنيين وأصدقاء إريتريا في تحقيق هذين الهدفين من أجل تحقيق هذين الهدفين الأكثر إلحاحا في الوقت الزمني اللي الإعلان لا بفقره.
إذن أزل فرصة دايركت عواتمية أو سلاحي يقولون هبكوها مباشرة دي بموضوع اللي قلنا. وأنا دار أحاول كده يعني ده تبكوك إنسرق عنده دي كنت تفضلوا سلاح بالرأي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السمع من الليغو واحد أبوني. أوكي، شكرا جزيلا لكم التحية. طبعا قلت ترجمت الأمسيات ف حسب يعني قلت ترجم يعني انت خلصت قلت ترجمه قلت دائما. أوكي، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة الأعزاء، سنما أسيام من قائمة من أول سكا أخرى. الأخوة الذكر منهم الأخ كوكن جرماي كفوليكا والأخ عبد الرحمن ياسين ولك EXFBI المناضل الصعب سنين ودنين دي إلا ويب سايتات ناضل وصوت مثل أفسح مناضل أخ EXFBI. لك التحية وهملايت عادل، لك الشكر والتقدير. انت برضو لو ودي الاعلام وروادي وسوق حق دي شعب اللي صح لتوديو ترود نداركم تو الشده فتي. والاخوه جميعكم الموجودين كفوا حبيبنا والاخوه والاخوات في هذه الغرفه والموجودين كذلك في سميتنا في الفيسبوك مع الاخ يوهانس زرهي سجاي برهي. لكم الأخوان جميعكم التحية والتقدير. قرومتو طبعا انسر دلالة اللينا دي بوق الأمسي قدم إلا أكثر من مرة عزمكم قبل كم سنة ولا سنة تقريبا، بل ظروف ساعدني علتني ويوم إن شاء الله فرصة سنيت مسعدتني هاجت مواضيع كلنا تهمم. وأشكر نضالاتكم مجددا. بتقريت أنا أول مرة دي يعني سياسة تقري أبو توقو يأمرني إلا مع الوالدة الله يديها الصحة والعافية. ولكن هجاك أبو متهاجاي وأتردوتا وتراثة بالتيبل وعادات وتقاليد وحلايا تخلق شخصية جماعية والقدام لآلاف ولملايين. الشخصية الجماعية اللي بقولها معنا حتى مشاعر بهم القدام كله حتى أورة نفر وديهم شخصية جماعية تبقى تطلعاتهم المشتركة وإدانهم التركيبي لألبابك لمشاعرك لمزاج نايك حتى قبي تستحقكم أي تصرف شارع كم قبل كل قدام مسل أبيو مسل فتيو. هذه الشخصية الجماعية دائما تقدر تخلق نفسها ودائما ساحة الناس والعلق بتمسح قدر دي بالمجتمعات. واللي دي بموضوع باعتبار عن هذه دي بحاجه، لكن اتمنى انه حتى مرات ان شاء الله فرصه ركبنا من قبل للغات بدت هذه تبع الصحكه ويتحاجه قبل من قبل متوديكا دي بقول لي تفتي عشان دي بزح ديكم التموضوعيه قلتي. اول انا يوم 14 ل 16 دي فرانكفورت اير بلاتفورم أو متبقسيت إيري أو مثل منصة ناي نقاش طبعا بلاتفورم تا يديرها السفير اللي كان في الاتحاد الأوروبي سابقا عند برهان. هو دعا إلى هذا الاجتماع عبر منظمته الإيري بلاتفورم، ودي بحضرنا اللي حطيتها كالي مواضيع ندوتها في النهاية نقاشاته. اللي نقاش يا أخوان سمع لكم مش كده؟ أنا من جوالد هذا اللي أيوة ممتاز. شكرا جزيلا لك سبيعي. شكرا جزيلا. أيوة نعم. فبلاتفورم منبر نعم بلاتفورم فأنا ورناتق رسمي أنا نايا قلتكم من قد دي بيتو. أنا نجاهم كمان قلنقل ماسي أنا ندور قدم كل دي عن حقوق الإنسان دي بقري تاجت فتي. وكمان طبعا ندور كمان طبعا لا لينا قروم الطباء وقروم الأمسية جماعات الدون علو ندخل لنا في مواضيع أساسية شوية لقدام قلنا الشق الدر، لأن طبعا لدراسات قدام دي جوجل مركبة يعني. هتكلم باختصار عن حقوق الإنسان وهتكلم عن الدولة المدنية والعلمانية واتكلم عن المصالحة الوطنية واتكلم عن العدالة الانتقالية
وبعدين السلام بين اثيوبيا واريتريا والوضع في القرن الافريقي اللي وجهه نظري قد اكثر منها لكن ناقشها ممكن بزح فتره اللي فرصتي ترك بقدر تناقش، لكن طبعا هي ندوات لحقوق الانسان وكذا. ابدا بحقوق الانسان. معلش انا حقوق يا اخواننا بتجريد الحاجه يقدر طبعا في المواضيع، لكن دي بس يا دور مثلا ان شاء الله قدم احاول ابتقرا صح. لان طبعا اللي كمان من نعيب ناينا الاوروت طبعا قلنا حسابنا قلنا بصح وقلنا الحلفي نقدر بتجريد. لحقوق الانسان اول حاجه هي حقوق الانسان من الكلمه نفسها. الحقوق الانسان هي الحقوق الطبيعيه للانسان. اي انسان للاستاهل له من تولد سك ميت. الحقوق دائما زي شنو؟ يعني تقريبا اللي ريحنا 30 حق من حقوق الانسان في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بعد الحرب العالميه الثانيه في باريس في 1948. عملوا اعلان عالمي لحقوق الانسان وعملوا فيه 30 بند. هذا ال 30 بند حقوق اساسيه للانسان اصلا وماخوذه. ما اي واحد سالكم ممكن برضه يجتهد انه يقولها وزد يبقى كمان قلنا مسيكونين طبعا، ولكن مثل حق الحياه، حق المساواه امام القانون، يعني وحق جميع الناس احرار ما في عبوديه، الحريه وعدم الاسترقاق، تعذيب يتعرض للدم عشان ما يعذب الانسان، المساواه امام القانون، حق الحمايه في الدراسه والتعليم، حق الانسان في عدم الاعتقال التعسفي او السجن بدون مبرر، يعني البراءه قبل الحكم، حق البراءه الانسان دائما ويجب ان تفترض فيه البراءه قبل ان يحاكم الانسان، وحق الزواج برضا الطرفين من الجنسين، وحريه الفكر والوجدان. انت رابط ولا مش كده ضيفا؟ اوكي. وحق الفكر والوجدان كفوق تفكر قد تبسح حساب قد تحالف اخبار قد تهب قد تنسى، الحقوق عاديه جدا جدا. وحق المشاركه في الحياه السياسيه، ودي ندوات قد تأتي، ودي اجتماع، دي جمعيات قد تدي، احزاب قد تلتزم، وحق العمل قد تشقي، وحق الراحه شغيتها من قبل قد تعرف في اوقات وساعات محدده قد تشقي، وحق النمو الحر يعني تنمو في وسط مجتمعك من نبيئك من اللي كقليل أفقروك. ده كل حقوق و30 حق تقريبا من حقوق الإنسان أقروها الأمم المتحدة، أقرتها في إعلان عالمي وقالت إنه هذه الحقوق حقوق طبيعية، حقوق طبيعية للإنسان. أزال تعريفات مثلا ما بدهم عن أزال حقوق الإنسان العالمية أو اللي Human Rights Declaration اللي 48 الأمم المتحدة بالمجموعة من القوانين والنظم لحقوق يحميها القانون. قانون اللي من عبد يبدأ أي دولة، اللي حقوق اللي أي إنسان دي بالدنيا العيش اللي يعيش بديبة للبلتو. هذا طبعا حقوق الإنسان حقوق فلكسبلتو، يعني دائما ما شيء ثابت. أنا ما داير أشرح لكم إيش الحق ده وإيش الحق ده، وممل طبعا كمان وأمور يعني ما كلنا ممكن نناضل في هذا السبيل. فحقوق الإنسان ما واضح؟ الأخ داود قاعد يعمل 2-2. واضح الصوت يا أخواننا؟ أنا ما أقدر أقرأ. واضح، شكرا جزيلا. فالحقوق عشان نتجاوز النقاط بسرعة، دائما الحقوق الطبيعية اللي يحميها القانون في الدولة إنه هذه الحقوق دائما تكون حقوق ثابتة للإنسان. البشرية مما وجدت تعرف حقوق الإنسان إلى مدى بعيد جدا جدا، بس طبعا أكثر حاجة اللي جاتنا من التاريخ اللي هو لسيلاريوس، ملك عظيم من الفرس، كان يحكم منطقة الفرس ومنطقة البابليون العراق وكذا. هذا الإنسان عام 2500 قبل التاريخ. الوثيقة هذه موجودة في سلندر في اسطوانة مطبوعة، ممكن تشوفوها في اسمه هنا في المتحف البريطاني في لندن موجودة. هذا أول وثيقة مكتوبة جات، طبعا قبلها ممكن حتى الديانات القديمة
موجودة فيها حقوق الإنسان واحترام الإنسان وكذا الكلام ده. هذا ممكن أول وثيقة مكتوبة بطريقة قبل التاريخ اللي جات من 2500 سنة، إنه تقول عدم الاسترقاق في المملكة بتاعه، واحترام العادات والتقاليد والقيم الإنسانية، إنه الإنسان لا يظلم ولا يضطهد. يعني فكانت مجموعة أساسية من حقوق الإنسان وضع هذا السيناريوس. التطور دائما البشري والحروب دائما دخل الناس في هذه القيم الإنسانية. يعني خلونا أجي أحس في الفترة الحالية، يعني وهذا الكلام اللي قلته هناك في فرانكفورت في القرن ال17، جروسيوس واحد هوغو عنده كتاب اسمه الحرب والسلم. في هذا الكتاب جروسيوس يقول هذا حق طبيعي، حق طبيعي يجب أن يحميه الإنسان، الإنسان تجاه الإنسان، حق طبيعي يولد به الإنسان، حق الحياة، حق العدالة، حق عدم التعذيب، حق العمل، حق التعليم، حق اكتساب المعرفة. هذه حقوق طبيعية يجب أن يحفظ الإنسان، ويجب أن تكون قيمنا المشتركة هذا الشيء. جاء توماس هوبز طبعا معروف بالعقد الاجتماعي، هو يعني إنجليزي تقريبا. توماس يقول لا، يعني هذه الحقوق الطبيعية في العقد الاجتماعي، الحقوق الطبيعية، هذا الحقوق الإنسان هذه معناها الإنسان فيه العداوة، فيه الأجريسيفيتي، يعني فيه الاستحواذية، يستحوذ على حقوق الآخر دائما. شخصية كل ما يكتمل من دائرة ينتقل إلى الدائرة الثانية في حقوق الآخر، ويكتسبها ويشيلها ويقتل فيها ويعمل فيها. وهذه النظريات، ولذلك يقول لابد هذه الحقوق يحميها قانون. هذا الحقوق لا قانون، وهذا القانون هو يكون الطرف الثالث اللي هو العقد الاجتماعي، اللي هي القوانين. الإنسان يقول فيه هذا الإنسان يكتسب صفات إنسانية خلقية، المحنة والتسامح وكذا، وفيه الصفات بتاعت المطامع قصدي، والانتهاك والظلم. ولذلك هذه الصفات عشان نعملها تولارايز عشان نفصلها ونفصل الصفتين دي، لابد الصفة الثانية تخضع للقوانين وتحكمها، والإنسان يتعامل بالقيم النبيلة اللي في نفسه. نفس الشيء العالم كانت يقول الشر الجذري، يعني في يعني اللي في الشر الجذري في الإنسان متجذر فيه الشر، ولا بد من إيقاف هذا الشر عبر قوانين. ولذلك الهوبز توماس يقول لا بد الإنسان أن يتنازل من حريته في سبيل القوانين. هذه الحرية فلسفيا يشيلها باتجاه حقوقه العدوانية، حقوقه ما يعمل زي ما بطبيعة الحال بطبيعته في الضرب والظلم وكذا ما يتصرف. لابد يتنازل من هذه الحقوق بتاعه العدوانية والخيرية. هذه الحقوق المتصلة المزدوجة في الإنسان لابد أن يتنازل لطرف القانون اللي هي الدولة هي تحكم عبر قوانينها هذه الصفات السيئة. ولذلك الإنسان لابد أن يتنازل من حريته في سبيل القانون، يقول ده توماس هوبز. هذه القيم لما كانت موجودة طبعا كمان جانا طبعا في العقد ال16 نيكولا ميكافيلي طبعا رجل الفلسفة العملية يقول عليها، طبعا ده أستاذ الفلسفة العملية والواقعية حسب الكثيرين من السياسيين يأخذ بهذه الأفكار، وكتابه طبعا المعروف الأمير. فميكافيلي طبعا دائما يقول لا بد من التحلل من الأخلاق. الدولة لابد أن تتحلل من الأخلاق، تبتعد من الأخلاق. الدولة يجب أن تسرق، يجب أن تقتل، يجب أن ترهب، يجب أن تقتل. الدولة إذا ما عملت كده ما تحقق مصالحها. الدولة يجب أن لا يكون عندها قضية أخلاقية. الأخلاق هذه ليست الدولة، ولا بد وهكذا. طبعا يعني عنده أمثلة طبعا ما عند أول وآخر.
جميل. في حتكلم في حقوق اخواننا، الحقوق الانسان، هذه حقوق المراه والطفل، في كل دوره طبعا يتكلم يعملوا شنو اسمه مؤتمرات لحقوق الانسان، كما كان في شرم الشيخ عن المراه والتنميه والطفل وحقوق المهاجرين وحقوق العمال وساعات العمل. كل مره يطوروا طبعا، ويتطور مع المجتمعات. في امريكا ممكن حصل مطورين حاجات بتاعت وهنا في اوروبا حق حقوق الشواذ وهكذا. ولذلك ولكن الحقوق الاساسيه اللي قلت عليها 30 حق وهذا شيء متطور. فانوي نجي في ميكافيلي فدائما يقول الانسان يجب ان يكون الدوله يجب ان تكون كده. ويقول الحاكم، يعني في كتابه الامير يقول الحاكم يجب ان يكون مستبد. الحاكم اذا خافوا منه الناس احسن من انه يحبوه. الحب ما ينفعه في شيء، ولكن اذا خافوا منه واستبد وقتل وعمل يخاف منه ويستمر حكمه. فدائما عنده هذه النظريات طبعا. وكتاب طبعا مليء بالامير، يعني واللي هو صاحب الكلمه المشهوره بتاعت الشعار بتاعت الغايه تبرر الوسيله. للامير يقول له يا اخي لما جاء انتصر في بولونيا ولا فلوريسيا في ايطاليا، هتذكر المدينه، يقول له لما جاء منتصر يقول له يا اخي انت ما عايز العرش؟ وهو الملك خاله، هو الملك خاله للامير. فيقول له انا عايز العرش. قال له طيب اقتل خالك. كيف اقتل خالي؟ فلا من جاء يقول له يا اخي انت قول للملك لخالك يستقبلك خارج المدينه لما تجي منتصر، واطلب منه يا خالي انا عايز تستقبلني خارج المدينه، والناس عشان يقدرون اكثر ويرفعون قدرا ويحبوني، فانت يا خالي استقبلني يا ملك في اطراف المدينه وعمل عزومه كبيره. فاستقبل الملك ابن اخته خاله واستقبل الامير، وجاب الامير ولا من قعد عمل لهم وليمه كبيره الملك. فقال له يا اخي انت الملك والرؤساء القيادات العسكريه كلها دخلهم في قاعه واحده وفيه ياكلوا هم والناس ثانيين برا. فلما جاء يقول له ميكافيلي يقول للامير اذا انت عايز العرش، اذا عايز تجلس في الكرسي ده امشي اقتل خالك وجميع القيادات دي. يقول له كيف اقتل خالي؟ هذا خالي، هذا اللي سواني. قال له انت ما تفكر في المساله دي، ما تفكر في انه المساله الاخلاقيه، فكر اذا عايز تجلس في الكرسي ذاك ولا لا. ركز في الغايه، ركز في الغايه، انسى الوسيله، انسى الوسيله، خليك عندك من القوه، احدق، ركز عيونك وفهمك في الكرسي، بكره حتكون ملك. فمشى طبعا قتل خاله وقتل جميع القوات ووصل للسلطه ببر الوسيله، ما تعمل بالاخلاق. يقول ميكافيلي يقول الانبياء الذين لا يتسلحون لا يوصلون رسالاتهم او يقتلون. يقول النبي اللي ما مسلح، الانبياء اللي ما مسلحين يموت. يقول ما ينشر رسائلهم. يقول لكل. فهذه القيم بتاعت ميكافيلي قاعد اجيبها عشان هي اللي دمرت العالم. هتلر في كتابه كفاحي يقول انا كنت اضع الامير تحت الوساده بتاعه، تحت المخده بتاعه، كل مره يقرا حاجه في كتاب الامير ويحفظ تصرفات الحاكم وكيف انه يحكم وكيف يتسع في ملكه، واذا قورن بين الدين والقوميه يختار شنو، ولا من الناس تتظاهر وتعمل وتحتج امام الحكومه كيف يعزل بعض الوزراء ويخمد الثورات بهذا العنف. وهكذا كثير من الاشياء البراغماتيه والعمليه يشرح طبعا الامير في 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 كتابه الامير. موسوليني الدكتوراه بتاعه عامله على الامير، على كتاب ميكافيلي، لأنه يقول أنا كنت أقرأ الأمير. جميع الناس الأبادت في حروب تدميرية في العالم هي من ابتعدت عن حقوق الإنسان الأساسية، لا ترى إلى الإنسان نهائيا. القيم الأخلاقية والتسامح والأخلاق هذا ما تفكيرك، ركز في أهدافك، أوصل إلى غاياتك دون أن تركز. هذا التجاوز الإنسان يوقع أي مكان فيها تدمير، فيها قهر، فيها مبدأ واحد إنه حقوق الإنسان في تلك الدولة أو في تلك الجماعات وراءها عدم احترام الإنسان. جميع في الدول الحرب العالمية الأولى والثانية وموسوليني وهتلر والثورة الثقافية والثورات الدينية في أوروبا وهكذا. هذا القيم مشت طبعا إلى ما لا نهاية، ثم جاء بعدين كمان ما يزيد الطين بلة، جاء الأخلاقيين
جوتا وهيجل ونيتشه، وعنديل طبعا فلاسفه كبار الالمان، ونيتشه طبعا اسوأهم يعني. حتى هيجل طبعا عنصري، ولكن طبعا على الاقل ما كان في دوره، ما كان بمدى نيتشه الفيلسوف الاخلاقي يقول الانسان زيه زي الحيوان، الانسان يفترس، الانسان يقتل، يجب ان يعيش هو الاقوى، الحق للقوه، يقول البقاء للقوه، هكذا الطبيعه. يقول الاسد يقتل اذا شاف واحده اسمه شنو غنمايه ولا غزاله ولا حي ولا الزو ولا شنو اسمه الحي، ما يكون يفترس، اقتل. لما تشوف واحد ضعيف يقول اقتله، ما تحن عليه. هذا المحنه وكذا مش من صفات الطبيعه. الانسان يجب ان يقتل، يجب ان يدمر، ما تحن. هذا المحنه، هذا اخلاق العبيد، اخلاق الضعفاء. العنصر القوي، يقول الجرمانيين الآريين ديل هم ربنا اداهم القوه والمعرفه والشكيمه، بانه والضعيف دائما اقتله او يخدمك هو. فيقول البشريه شوفوها، يقول ملايين والملايين الناس في خدمه بعض الجماعات الحكام وكذا، وهكذا صفات الطبيعه. يقول هذه الصفات وهذه الفلسفه النيتشاويه اثر بكثير جدا جدا في هيجل في المساله العنصريه، في المساله العنصريه. وهيجل شو اسمه نيتشه يقول دائما الضعفاء دائما يتوسلوا الى الوصول الى الاقوياء. هؤلاء العبيد والضعفاء والفقراء ما ينبغوا ان يقتلوا او يخدمونا نحن. هؤلاء دائما عندهم فلسفات، ويقول لك حقوق الانسان ونحن واحدين، نحن ما واحدين. والانبياء يقول كذابين هم، عشان داير يغطوا الجاب، يقول الفراغ بين الاقوياء والنبلاء وبين الضعفاء. يقول لك حقوق الانسان وربنا خلقنا واحد ونحن ما مختلفين، وانت الفوق والتحت من واحد. هذه توسلات فلسفيه من الفقراء والعبيد والرسل، من اجل ان يجرونا، يقول لا تحت ونكون في مستواهم. هذه الفلسفه اللي تبناها هتلر طلعت المانيا من عصبه 1931 تقريبا، بعد في عصبه الامم النيشن ليج. لانه يقول في مؤتمرات 1919 في بعد الحرب العالميه الاولى، يقول الحلفاء طبعا سيطروا، ويقول حتى حقوق الانسان، حتى الفلاسفه الاخلاقيين يعني كانوا اخلاقي. حتى دير حسن ناس نيتشه يسموهم الاخلاقيين لانه ما يؤمنوا بالاخلاق. اسمهم الفلاسفه دول، الفلاسفه المثاليين دول اسمهم الاخلاقيين يسموهم، مش لانه يؤمنوا بالاخلاق. اصل الدين الاخلاق. حسن نيتشه يقول عنده كتاب يقول اصل الدين الاخلاق، يعني اصل الاخلاق الدين. هو يقول يعني الدين جابوا لنا هؤلاء الرسل والضعفاء والبؤساء، جابوا هذه القيم من اجل ان يرفعوا عن كاهلهم العذابات التي خلقهم بها الله وهذا الضعف. فالتكرار لهذا القيم خارج الاطار دخل نيتشه هتلر في حروب عالميه الاولى والثانيه. هو في 1900 نيتشه كان، ايوه نعم. فهذه القيم كلها اسمه شنو عملت. وهكذا كمان حتى الحروب الدينيه في اوروبا لما استشرت الطاعون، يعني بالحايل اللي بتقريت، ايوه يعني لما استشرى والناس بقت تموت بالملايين في القرن ال14، والناس تمشي خلاص تهاجر وتطلع برا من اوروبا ويمشوا الاستكشافات ويهاجروا وكذا. فالكنائس خلاص طبعا سيطرت وشافتها اهميه، ويقولوا الفقراء يدخلون الجنه. هؤلاء الفقراء اللي قاعد يموتوا بالعشرات وعشرات ديل، هؤلاء يدخلون الجنه. وعملوا سك الغفران. طبعا الكنائس بقت تبيع لهؤلاء اللي دمروا الفقراء المساكين سك الغفران من اجل ان يدخلوا الجنه، وياخذوا منهم فلوس، وياخذوا من الفقراء فلوس، وهم بيموتوا بالطاعون والناس بتموت في الشوارع. عن الحال في القرن 14 حاله غير انسانيه غريبه في اوروبا اللي كانت. ولذلك لما شاف مارتن لوثر هذا السلوك الغير انساني الغير اخلاقي، السك الغفران، يبيعوا البابوات والكنايس للفقراء يعدموا ويموتوا بالطاعون، ثار وقال انه الكنيسه يجب ان يبنيها هو. طبعا ال 95 المبدا بتاعت مارتن لوثر البروتست، هذا البروتستانيه جاء من البروتست بتاعت الانجليزيه عن المتظاهرين. بقى الناس الفقراء يؤمنوا به طبعا ويمشوا وراه. هذا الدعاوي
هذا الدعاوي بتاعت مارتن لوثر، هذا الرجل الأخلاقي مستاذ اللاهوت كان في ألمانيا، هذا السمات وهذا الكراهية لهذا السلوك الكنسي التعبدي الكاثوليكي اللي كانت يسيطروا البابويات على سك الغفران والأشياء هذه. كل الثورة بتاعت مارتن سنة عملت ثورة بروتستانتية، وبقوا يحاربوا الحرب، دخلوا البروتستانت والكاثوليك لمدة أكثر من 120 سنة، ماتوا فيها 12 مليون شخص في أوروبا. 12 مليون شخص، بدأت من فرنسا والنمسا وإسبانيا وألمانيا والسويد وبريطانيا، إيرلندا الشمالية والجنوبية، البروتستانت والكاثوليك انقسموا على هذا الأساس. هكذا فجت قيم إنسانية الناس ما تفعل، لأنه أنت بروتستانت يقتلوك، أو أنت لأنك كاثوليك اللي يقتلوك. يعني ألمانيا حتى فدت من الرجال والنساء أكثر. كانوا من السويد هذه دمرت أكثر من 50 قرية ألمانية واستحوذت عليها كاملا، والرجال يكاد أن يكون انتهوا. فهذه الحروب دائما هي تجاوزات لحقوق الإنسان، تجاوزات لحق الإنسان في العيش الكريم، في تجاوز هذا القيم الإنسانية في أي مكان في الدنيا. غياب هذا الفعل دائما يؤدي إلى هذه الحروب العبثية اللي ما عندها أول وآخر. لا من ولذلك جاء مفهوم بعدين ناس جون لوك وهذا الهوبز وناس جان جاك روسو، العلماء بتاعت الأخلاق شو اسمه الإنسانية، بقوا يتكلموا عن التسامح، تولرنس. يا أخوان يقولوا نوقف من الحروب، ما في مفهوم إما أنت كاثوليك فتقتل، أما نتسامح. جاء مفهوم التسامح بعد 130 سنة من الإبادة في أوروبا، يقتلوا بعضهم البعض على أساس الهوية، زي حسن ربنا يسقط على المسلمين الشيعة والسنة. هذا التسامح مبدأ التسامح، والإنسان يجب أن يحكم قانون بعيد من الدين. ولذلك جت مسألة الليبرالية، الإنسان إنسان فرد بغض النظر ينتمي الكاثوليكية ولا ينتمي البروتستانتية ولا ينتمي شيعي ولا سني ولا يكون ما يكون، بغض النظر عن لونه وكذا. الفلاسفة بيقول أنه في ورطة، لابد من إتيان بفكر الإنسان يحاكم بنفسه بغض النظر عن لونه، عن جنسه، عن دينه، كاثوليك بروتستانت، يكون ما يكون ارثوذكس ويكون ما يكون. الإنسان أمام القانون أمام الدولة هو الفرد الوحيد. الليبرال كونسبتس، الفرد تقضع فيه وتبدأ فيه الشخصية. وطبعا العلماء عملوا الشيء ده لحد ما تخلصوا من هذا الدعاوي. نحن مسألة نحن ما موجودة، ولذلك أنا أيوة هذا تقريبا هو حقوق الإنسان وتجاوزاتها والابتعاد منها والاتيان إلى حروب ما عنده أول وآخر. حقوق الإنسان والدولة الآن قالوا عندنا 30 حق يا أخوان من حقوق الإنسان الطبيعية. الدولة الوطنية دائما، أي دولة دائما تعمل وزارات من أجل خدمة 30 النقطة هذا اللي ذكرتها أو المذكورة في الديكلاريشن بتاعت الحقوق الإنسان. يعني وزارة التعليم لرعاية التعليم في البلد، حق من حقوق الإنسان. وزارة العمل للرعاية والراحة والإضافة والإجازات والكلام ده. وزارة المنستر بتاعت الانفورميشن بتاعت الثقافة والإعلام من أجل تبادل الأفكار ونقل الأفكار وحرية الرأي والمعرفة وحرية مش عارف شنو. تكاد 30 هدف. حق العمال، حق العمل هي وزارة العمل، حق التعليم وزارة التعليم، حق الكذا. ولذلك الوزارات نفسها تفصل في الدولة لرعاية الحقوق الأساسية للإنسان في تلك الدولة. في أريتريا 30 حق ده ممكن من 20 حق ممكن ما موجود. حق المحاكمة ما موجود. حق المحاكمة والعدالة هي وزارة العدل، هي لابد من وزارة العدل ترعى الناس بغض النظر عن لونه وجنسه ولونه ودينه وكذا، وتعمل المساواة، تفترض البراءة في الإنسان، ولا بد يتحاكم مش عارف يكون عنده محامي. جميع هذه الحقوق في أريتريا. وزارة العدل نفسها هي تابعة للدكتاتورية. البوليس اللي يعمل الأمن والطمأنينة وحياة كريمة وكذا اللي يرعى وزارة الاسم هو اللي يقهر الإنسان في تلك الدولة. يعني المسألة محورة.
يعني في خلية سرطانية في الوزارات الإريترية، نفس الخلية بتعمل ضد وظيفتها الطبيعية. النظام الدكتاتوري، النظام الإنسان الفردي، هذا اللي يحكمك بدون أي حق، لأنه عنده سلطة ولأنه عنده سلاح ولأنه مجند له ناس لأنه حقي وحقه متساويين أمام العدل وأمام القانون. هذا الإنسان بيستغل القوة التي يأتي بها من البوليس، يقهر الإنسان ويتجاوز حقوقه. فالدولة الطبيعية والدولة الديمقراطية والدولة دائما الوزارات اللي موجودة فيها من أجل تثبيت حقوق الإنسان في أريتريا، يكاد جميع الوزارات تكاد تكون ضد حقوق الإنسان وهي استبدادية. ولذلك كنت أقول أنا الإنسان الإريتري للأسف الشديد يعيش حياة غير طبيعية. يوم ما يتولد بجميع الحقوق، ويوم ما يموت يكون ما أتمتع بأي حق من حقوقه الطبيعية. الحقوق الطبيعية للإنسان، حتى لا من في الغابة تكون أنت يكون عندك تدافع عن نفسك ومش عارف إيش، وتنوم أنت مرتاح وما تخاف، مش عارف الأشياء اللي ما موجودة في الشعب الإريتري للأسف. ولذلك النضالات بتاعنا، النضالات الإنسانية والأخلاقية وتغيير النظام، هي نضالات إنسانية أكثر ما تكون نضال أنا مع ولا ضد. أنا استكثرت في هذا اسمه شنو، كانت ندوة ثانية. هذه كان الورقة قدمتها أنا، مش بهذا التفصيل طبعا، واخذ راحة عصي. واللي كانت في الدولة المدنية والعلمانية برضو ناولوها بعض الأخوة باختصار شديد، باختصار كثير. هعمل الكلمتين ديل. الدولة المدنية والدولة العلمانية يا أخواننا، الدولة ده مفهومي أنا، وربما قال نفس الكلام، وأنا زي ما قلت ما ناطق رسمي ولا أنا جاي أنقل ما تم هنالك، لكن أقول مفهومي للمسألة. الدولة العلمانية والدولة المدنية، أول الدولة المدنية فهمنا بأنه الفرد هو الإنسان فيها. ما يجي واحد جماعة والله تقول لك نحن عندنا عايزين حقوق. الحقوق من حقوق ثقافية، في الثقافة، في الطمأنينة، في التراث، في أشياء زي ده، لكن حق سياسي لجماعة ما موجود إلا دولة متخلفة. الدولة المتخلفة، الدولة الجذرية، الدولة الطبيعية، الانتماء الطبيعي اللي ما اخترت أنت من قبيلة كده، وأنت دين كده، وأنت من إقليم. هذا خيارات ما إنسانية، هذا خيارات ربنا أوجد مكان بعقلك إلى حتة جديدة، ذاك اللي يكون عندك الحق فيه. لكن المسائل الجذرية الطبيعية ما تعتبر. ولذلك المسألة العلمانية في أريتريا لما يكون عندنا الدين الإسلامي والدين المسيحي، وعندنا وثنيين، وعندنا ما يؤمن ذاته بالدين ولا بالإيمان ولا مش عارف شنو، وفي قبائل كذا وقبائل كذا، والإقليم المرتفعات والمنخفضات، وقبيلة كذا وإقليم كذا. هذا التجانس لما تجد حكمهم عندهم أعراف وعندهم تقاليد وعندهم أحكام داخلية. الدين الإسلام عايز يحكم كذا ويحكم، والمسيحيين عايزين يعملوا كذا، والقبيلة ديك عندها أعرافها كذا وقوانينها كذا، وتلك القبيلة عايز تعمل كذا، وتلك عايز تحكم بهذه الطريقة. كل ما تعمل حاجة لصالح مجموعة على حساب جماعة ثانية، أنت دمرت البلد. ساكن إذا أسوي حاجة بسيطة لصالح المسلمين، المسيحيين يقولوا لا، هذه الدولة بتاعت مسيحيين مسلمين هي. لا من يسوي حاجة المسيحيين كيفا ولا متعبدا ولا كذا، يقول المسلمين هذه دولة مسيحية، هذه الدولة بعد مرتفعات لأنه فيها كذا، هذا دولة بعد منخفضات لأنه فيها كذا، هذا والله أكثر فيها القبليين، لا والله الدولة. ولذلك الناس هذه الانتماءات الطبيعية بقدر الأمكان النظام السياسي الراشد اللي يطمح يعني إلى دولة مستقرة، يحاول يبتعد إنه يمثل أي طرف زايد عن الآخر. وهذا الدولة المدنية العلمانية. الدولة العلمانية مش إن الدولة هي ضد الدين، ما كلنا عايشين في أوروبا وأمريكا وكذا. الدولة العلمانية نحن ما نتعبد، ننشر عباداتنا زي ما أنتم عايشين في أوروبا وشايفين. فأنت هنا بتسمح لك أنت دائما ما تعبر عن حاجة جذرية طبيعية حتى لا تكون سبب في قيام الآخرين في الثورة ضدك. هذه كانت الفقرة بتاع الدولة العلمانية. بعدين جه الوطنية، المصالحة الوطنية يا أخواننا. يعني المصالحة الوطنية يعني مصالحة وطنية، يعني في التسامح والتصالح والعيش المشترك، وقوانين يعني الناس تعيش في ذي القوانين ونظم. وهذا التسامح والمصالحة. المصالحة الوطنية هي التصالح والتسامح والتوليرنس، كنا نقول عليها بتاعت أوقفت شعارات أوقفت الحرب
الدينية في أوروبا في القرن ال 15. ولذلك هذه المصالحة الوطنية وتعمل قوانين ونظم، من شأن هذه القوانين والنظم تزيد من التماسك والتلاحم الوطني، ودائما تغطي على الفتن والقلاقل والغبن بين الأطراف الموجودة في البلد، لأن تلك هذه الأطراف كلها مكونات، كل له شخصيته ومزاجه ونظرته المختلف عن الآخرين. فالنظم دائما تحاول تعمل انتجريشن، دائما تحاول واسعة من المنطقة الرمادية التكامل بين هذا الشعب. هذا بالنسبة للمصالحة الوطنية. وبعدين العدالة الانتقالية، طبعا مفهوم سياسي هو العدالة الانتقالية هي التعامل مع الانتهاكات والحروب والظلم الذي وقع أثناء الحكم وأثناء النظام الدكتاتوري أو الحروب. الناس دار تعيش مع بعضها، بعدين كيف تعيش بعدها؟ زي اللي شفت سنة و 130 سنة بتاعت الحرب الدينية بتاعت أوروبا، نبقى زيها ولا دائما ننتقم من بعضنا البعض ولا نعمل شنو؟ فالعدالة الانتقالية دائما تقر بالقوانين وتقر بالعدالة لهؤلاء المجرمين وتحاكمهم محاكمة، وتثبت عليهم الإجرام وتثبت عليهم إنه هذا أجرم وهذا قتل، ومش قتل ده ممكن قد تكون عنده شوية كونترفيرشال، هي شوية الناس تختلف وتتفق حولها. هذا الظلم والانتهاكات اللي كانوا يعملوها على الحقوق العامة والأشياء دي كلها، الناس عشان تبدأ تكشفهم مكان حاكم عدلية بمحاماة وكذا، ويثبت انه جرمه، ويثبت انه هذا الانسان يجب ان يحكم 100 سنه وهذا يجب يحكم 30 سنه وهذا 20 سنه وهذا يجب، بعد ما العالم انتقل بهم بالتسامح، يسامحوهم عشان ينخرطوا في المجتمع، عشان المجتمع ما يكون في انتقام، عشان ما ينتقم واحد من الاخر. والناس اكتشفوهم تاني لا يرشحوهم ولا عمل. المحاكم العدليه الواسعه بجميع مؤسساتها العدليه حكمت عليهم ان هؤلاء المجرمين ويطلقون في المجتمع، زي ما عمل نيلسون مانديلا، وزي ما نصح من نيلسون مانديلا رسالته لمبارك لمرسي، يقول له شوفوا ممكن تلقوها في الانترنت، يقول له في مانديلا يقول كون ما تجي انسان رجل حكمكم 20 سنه ولا 30 سنه تحكموه اليوم وتسجنوا اولاده من ده ومن ده، سامحوهم واقتضوا برسولكم، يقول لهم محمد اذهبوا انتم الطلقاء. بعد ما الناس عرفوهم سيبوهم، انتم حاكموا مرحله سياسيه واجتماعيه واقتصاديه في تاريخكم، ما تحاكموا الانسان ما يفيدك كونه تحاكمه، لانه كل ما تحاكم هذا تنتقم من الاخر. ولذلك من اجل الترانزيشنال جاستس تنتقل الى مكان جديد وحتى جديده برؤيه مشتركه، الناس تعمل العداله الانتقاليه. انا يا ريت شويه عارف قبل ما اخش في الموضوع المور كونترفيرشال بتاعت المنطقه واريتريا والسلام مع اثيوبيا، ولكم جزيل الشكر والتقدير، وشويه عارف بعدين ممكن اخش في الموضوع ذاك. اوكي ان شاء الله سند قلت عرفت صراحه. على كل حال كلكم سلام وبسامتها جاكم من قبل من قربان الى اللي بيقول مساتو قبلها كلكم سلام قريبلت يعني. طبعا الموضوع شاطو كبير عديته، لكن قد حاولت زبدتنا يقدر ترجمها وان شاء الله هلا مضاي هلا كلكم. ايوه جي تقبلت انا عكوزي نالبات كم حميات كي مثلا تم تقدر تفلتو تقدر عبيو نترجمه كمان بزوح عامل زدليو، لكن انا عقميك قبل صغير لغنا تي كل تي على ذا يكون أنا تم لختي صميقية كترجمة كفتر مالتي إن شاء الله لوخ كبس تحت صفا قبل ما جمرت يسمع أن ياخده هاجي الموضوع ثاني إنه يقول أي فلتواني مزحات على مرتال قال ما بعد عواتق ما أي فلتاني إنه ياخده ولا يلا ما كقرب كم توي بمسجانا مجمرتا كارot كمان اسمات نارا قحينا تتقبر ذلو ابتي حرنتا وقالس مسجانا قريبو
ብዙሓት ካብቲ ናይ ቀደም መቃልስቱን ዝፈልጦምን ንዖም ይገሊፁ ድሕሪ ኣነ ንመጀመርያ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ገዛ ዕድመ ተገይሩለይ ግን ኣጋጣሚ ካልእ ስራሓት ይዕንቅፉኒ ስለ ዝነበሩ ክጥዕመኒ ይከኣለን ሎሚ ኸ ብፅቡቅ ኣጋጣሚ ናብዚ ገዛ መፅአ ክዛረብ ዝገበረኒ ንኣምላኽ የመስግን ብምቕፃል እውን ብቋንቋኻ ብባህልኻ ብናትካ ምንነት ምዝራብ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ኣነ ግን ከም ወላ እውን ድልየት እንተሃለወኒ ኣብ ፖለቲካ ክሳዕ ኣለዎም ማለት እዩ ብትግራይ ተዛሪበ ይፈልጥን መልእኽተይ ብንፁር ከብፅሖ ኣይክእልን ምናልባት ዕድመን ጥዕናን ይሃባ ትግራይ ዝያዳ ዝጥቀመሉ ከማ ምስ ኣደይ ወላዲተ እዩ ብምቕፃል ኣነ ብዛዕባ እዚ ናብ ፍራንክፈርት ዝተገብረ ናይ ዕዮ ስራሕ ንበሎ ወይ ወርክሾፕ ንዓይ ንነፍሰይ ወኪለ እንተዘይኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ካብ ወሃብ ቃል ናይቲ ኣኼባ ዝነበርና ከምዘይኮነ ክረጋገፅ ይፈቱ ዝኾነ ኣብዚ ሓበሬታ ጌጋ ምስ ዝፍፀምካ ሓላፍነቱ ኣነ ይወስድ እዚ እቲ ቀዳማይ መእተዊ እዩ ንፁር ገይረ ኣቕሪበ ክኸውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ብምቕፃል እቲ ብምቕፃል ኣነ ዘቕረብኮ ወረቐት ብየ ዝያዳ ክዛረብ ኣነ ከዓ ኣብቲ ከም ወረቐት ኢለ ዘቕረብኮ ወይ እውን ኣብቲ ኣኼባ ብኡ መደረ ዘቕረብኩ ናይ መሰል ወዲ ሰብ ከመይ ከም ዝኸብር ዝብል ንስኻ ካብ 1948 ኣብ ፈረንሳይ ዝተገብረ ናይ 30 ኣንቀጻት ዘለዎ ውሳኔ ዝተወስደ ናይ ትሽዑ ግዜ መሰል ወዲ ሰብን ምስኡ ዝተኣሳሰረን ዘለዓለ ኣርእስቲ ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ክንብል ከለና ከዓ ካብ ዝነኣሰ ክሳዕ ዝዓበየ ናይ መሰል ወዲ ሰብ ከም ውልቀን ከም እኩባትን ዝሕሉን ክኸውን እዩ ተወሲኑ ኣብቲ ውሳኔታት ዝተገብረ 30 ውሳኔታት መሰል ናይ ርእቶኻ ምግላፅ መሰል ናይ መፅሓፍ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መሰል ናይ ብፃይካ ብፃይትኻ ምምራፅ መሰል ናይ ኩሉ ቆጣእቲ መሰላት ኢልና ከም መሰረታውያን ረቋሕቲ ተባሂሎም ዝተጠቕሱ እዮም ዘጠቃልል ግን ቅድሚ እውን እቲ መሰላት ክንብል ከለና ንኣብነት ኣብ 2005 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብ ሚካኤል መስለኒ ወላ ሽም ሕጂ ተዘጋጊ ክጥርሙን ይኹን ኣብ ዘመሓድሮ ዝነበረ ግዜ ከይተረፈውን መሰል ወዲ ደቂ ሰባት ጠቃለለ ሓሳባት ነይሩ እዩ እዚ ግን ብዙሕ ብንጹር ዝተገልጸ እንተዘይኮነ ከም ጽሑፋትን ከም ፈልሰፋትን ሎሚ ተመሊስና ክንሪኦ የድልየና ይብል ብምቕፃል ኣብቲ ናይ ኣብዚ ናይ ደውላ እንታይ ይበሃል ሲቪላዊት መንግስት ሃገር ዲና ንበላ ወይ ከዓ ደውላ المدنية እንታይ ንበላ ሕጂ ብትግርኛ መስጠን እዛ ደውላ المدنية ትብል ብትግርኛ ይፈልጣን እያ ሕጂ دولة مدنية ويكا سبيلاويت من قصة حن بلا نام مسرات بزح سعرتها تستقبل له أبزي من مسرات سبيلاويت ويكا نحبت سب مسؤول الرجال توسنا والثانية كسع قدامه يكون كلاي علم كسع بس فصيل مز التعوات بزح عينه برهن نابنت ملس يلنا بتأثرت عمشتو عصرت 4 كفل زمن ترينا وقع منغو أوروباويان زنبري كما بنت كتكاسي كان حجيتهم فلاسفة أنا بزح أب جيريو كافي اللي دارا جيريو حجينا بتوم متعفتنا على توماس نكرنا تتحسوا بنص ولا حتى بيلا قلتوا أفقدوا لي نسخة توم ناشعو كذي نزق دازي حدا شرف بعلوتا كالاشنا كابعون تازري وذنبرو انت استوعلنا لهم قال فسيم كانتي حبرتسب بحيلن زاوطن دخوم كدلدل في حيال كاخ قلقل كم زلو زقلصون بزحات مصحفتن فلسفناتاتن رينا زيوم كم قندي ناي زلومي زلونا شجرات تنصبارقو يوم مالتي نابنت اب حدا بزوية صحيفة يكون السبيلية مالتي اوكي اب قال
أنا ሃይማኖታዊ ውግእ ወይ ከዓ ናይ ኣብ ኤሮፓ ናይ ዝነበረ እቲ ቤተክርስትያን ዝለዓለ ስልጣን ኮይኑ ናይ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ገሊኦም ነቲ ሃይማኖት ከም ሓደ ድኹም ናይቶም ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ነቢያት ንጥቕሞም ክብሉ ዘወሰንዎ ናይ ድኹማት ውሳኔ ክብሉ ከለዉ እቶም ካልኦት ከዓ በአንጻሩ እዚ ናይቶም እዚኣ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ፈቲና ክትርጉም ያኒ ናይቶም الحقوقين او كمان اتهم يعني بتدريجيا ندعي كما قلت يفلت لكن تطابق يعني ناي حقنا تخلاخلت وي ونا عاونا حقنا ناي مرجع قالسنا ورغن እዚ ጉዳይ دي كم حدا زي قنوع ወይ كان ቶም ዝተበደሉ ነቶም ክብደሉ ንዝኽእሉ ወይ ዓቕሚ ዘይብሎም ዝግድል ውሳኔታት ይክብሉ ከለዉ እቶም ካልኦት ሸነፍ ከዓ ነቲ ውሳኔ ድኹም ንሓያል ከገልግል ተፈጢሩ እቲ ሓይሊ ካይ ወሳኒ እቲ ሓይሊ ክሳዕ ዘይብልካ እቶም ናይ ሓይሊ ረቋሒታት ንዝኾኑ ሸነኻት ተዘይተጠቒምካ መግዛእትታት ንስኻ ንሰብ ክተገልግል ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ድኹማት ውሳኔ ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ንኣብነት ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ተመሊስና እንተርኢና እቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ቀዳማይ ውግእ ዓለም ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተገብሩ ኣብቲ ናይ ድሕሪኡ ዝመፀ 10 ዓመት ንበሎ ወይ ከዓ ቀፂሉ ክሳዕ 1938 ንዝመፀ ምክል ከም መገልገሊ ዝተጠቕሞ ናይ ኣሚር ማለት ዘን ልኡል እዩ ብትግርኛ ሓደ ኣሚር ኣሚር ሽሙ ቁሩብ ተገናገርና ኣበይ ከም ዘሎ ተፅሒፍኩም ላይ ግን ፅቡቅ ነይሩ ንኣኮ ንክቐትል ይሕተት እሞ እቲ ኣብ ከመይ ጌርካ ኣኮይ ክቐትል ኣብ ዝብለሉ ግዜ ንስኻን ሓይሊ ሓያል ክትከውን እንተደኣ ኮንካ ነቲ ሓይሊ ክትመንዝዖ እዩ ዘለካ ናኮኻ ኣብ ርሕቕ ዝበለካ ኣብቲ ቦታ ከም መቐበሊ ጌርካ ከም ዝቕበለካ ጌርካ ናይ ዓወት ናይ ኩናት ከም ተዓወትካ ናይ መቐበሊ ዕድመ መይግበረልካ ኣብቲ ቦታ እቲ ከዓ ውሳነ ትወስድ ዝብል ነይሩ ካልእ ከዓ ተመሊሱ ኣብቶም ዝተኣከብሉ ቦታ ነቶም ሰባት مثلا كابيل دينير من امير يبلا نيرو توصينو يتمطي لو نسخان تدكم حيلك منزعك تنبر انت قامك كتقتل على كانتهم ملعنتهم حلفتي مسدون نبرهم كلهم كيترفق قتلوا لك هذا اللي توساني نيرو زغنا جن تي انا كبرهز دلي نفس السلطان بصح نتي نفس السلطان موضع الارتخاذ غيره مقالن تي ناتك اقلقال نكون وزمرتك كم اقلقال ناتك غيرك مقمات الى وسينايو يا جميت نجي زلخو الى مالتي بحفشو تي انا ابزي صحف زغربكو نتي مثل دك سبات كما يجرو كم درجات مثل دك سبات يصاروا كما يجرو كم تعرفون كا نبلي وتات نابنت كا أوروبا أنت تملسنا رينا أبتي جزيناي هايمونتاو كينات أبي تباهير تفلت أن كاثوليك أن صار إيفانجيليش ويكا كنيشة كسا عجون أبغلا جل بوتات در 10 مليون كمتخوية رجاجز إذا هجي ناي في هايمونات كم مسارح تقيم كانتهم كم نتوم حيلهم كذا دلوا بالشمع هايمونات دلوا نتوم سبات أجاكيها كم زموتون كمون غيركا مثل تان كان محيال توسنا وساني يكاتريون أبنت مثلاً انترينا دكتور ناتو بزعبات أمير ويكالول تبعله زجبرة يتخاتريو بتقال الأزرار بحجي أنا نتي ورقتنا في كنا تتذكره ويكابو زقيت أنا توم فلسفتنا بشعوب زيت صحفظ نبرون بأنصارهم صحفظ نبرون كم برهين كلاتنا خجلت يخيل يكابو زي كونه دي ناي مثل دك سبات كمين بخميس مثلا قبل حليفه عبد احنا نبردنا يروح ويكا نعرف تبعيل زفلت مثلا ناي ود سب كمول ك نخرجات كم سرحان مبرح ذا أكل نيرو دقيمة أبزي كرجال غزدلي أنا حجون دقونة نازي فرانكفورت تجبر على 14 أخيبا كمهاب قال زي كونكونا تيري
زلزله جيما كرد ما حلافنت ناتي أمبر ناتي أبو زنبرة تأكبن عمو كلا كم يزارب كرد صفته قال أنتي سالسة أنقذنا بالحسن دبليه نسخة بخالوت شنخات أبتي أخيبا تجبرنا نسخة من مسرات هاجرن فتحاوي مسألة هاجري مدرك مفتعرن ينيرو أبدي بزح كتع تجبرنا يرو كتع كمان جركا هانتي ناي فتحاوي مسألة هاجر مدرك ذلوات تجبر هاجراوي كمان جركا سوري كمان جركا نازي إذا حلفه كنتات تجمجم كابو تبقيس كافة إذا نصبح زقصل بروح تصفان غمار وهيك نصبح زقصل شجراتنا فقال زقل مدبات سرعن كمو ذا مسألة كنتات الرجاجزن رستات العينير ولا نتزي أغربكم أتم أبتبوتات كم ترى عليه نخرجاجز إليه وسخاء حنتي كم نحنا كم هجرنا ذا مسألة بتعرف ذلا كنتات جميتك أبقمت أتيها كمان إذا كندينا إذا بس حش الجراتن إذا سرعت صورة دوس أجامات أبلع القف إن كله كله أنتنا وناي مثل ودسب استنكف استر عليه فكون يا أخي ما تتصل فيه دقيقة معلش هاي دراجة الو اهلا معلش بس انا كنت بعدين اتصل فيك بعد شوي الو بعدين اتصل فيك انا معلش يلا باي معلش يا جماعه بس كنت على التليفون من بعيد عشان كذا حبيت اقول اوكي اجي نابتي قال هيك كم مدامي ناي هجراوي علكي دي كنا بالكلنا كم نازلنا أوروبا كم عشرة مشتكل في زمن رقمولا الدباب نتهم سبعة أفرزي يقربوا عشرة مشتكل كم جمانات تدورون ده أفليتكا شو خابتها هجراوي علكي تجبرنا أبنات بعلين سمانديلا نتهم هذا هو ذا حلفوا ملقطات كرجال تفتو مسؤول كم في نبيات ناتكم هيك أنا بناتكم من محرات زتنا بره مسخوم من أي محرات قبل خد كل لكم مجمع مرات فردهم أبكى على جزيرة كم زمر كم زي مراسون أنا بتحب تسمون كم أكلات كلهم كم زمر بخد قبل تفعل فتحاول مسير مدرك مباركس نعرف إنه كل من زت على لا يو قون زفر مخناتنا إحنا مفداي كم أجابات نخيمتي نزمسوا ولا دوم كم سجام كينو كيشكر نسرا كمان كان نسمسي ولا دو صبوا ناي سلام ناي متعراقا ناي قريتها من بارن تلمد زغاء بزح سعرن بزح عقلن بزح ناي مسوار منفصل ترى كلا لك نازيهم لومي بقليل كم حساب زغرب زلوا أما تكبرهم عبي حيل عبي صراحة إلى تاتن توسخك خوني قبا أنا أبتنا أبعدنا أبكبابنا نزلوا ناي سلام ناي وق إنزنا بركناتات ناي مقيار بقي من نحكي كعطوي خيل خون بزخرة جن حكي نزي كم ذا أنويح أكوان تقلت سكول لكن قد سنته قد سنت الله إلى سلازة أمن يعني يغني ليلو أبزي حجي نتحسس بكم نايترقوا مايك إلاكو أيكم كل لكن نمن تعلم كم تجد يكون عفلت إنجن مس أبوراي ناينوه كده نايترقوا متمكرة لنا بحده وإنسان عزيز علينا كلنا نعين توحده قالوا كمان أي كم زغنا ثلاثة وشكرا زغنا زغدلن تلو كاباي نلعل السبعة الكتركم وجن ويكا كرمان لكن تصفى قبر إن شاء الله ملك تبسي كون تصفى قبر شكرا طيب شكرا لك سيف باي أنا آيت من نجهة جيلة ترجمت كلها بعض حتى مسلم الله يا جماعة سمعنا بركوندي أنا لا تسمع خلاص الجوكو واصل
كيف أنت اوكي. طبعا ابو راي توسكم من الابكا ما كانت توسكم انت زي بالكا ابتي حتى تات كنا حتى انت على الوسط حتى ابو راي مايك قلت ايوه شكرا جزيلا اس اف بي اي، شكرا جزيلا. قروب ترجمكا وليك الشكر حبيبي ولكل الاخوه. ايوه الموضوع بس لك على تجيب الحزه سياسيته اللي طبعا ممكن سله بينكم، ممكن دراسات واللي قدي بحسر ده وحدكم اللي بالكم لفتدي اللي موقف ل ناية بيان لدي ديكلاريشن لمسألة عملية قرية زي دي بناء سلام بين اثيوبيا واريتريا والمنطقة في القرن الافريقي. مرحب موداي، اهلا وسهلا بك موداي. برضو ريكو وبريتار ريكو برضو دي ندوت علو ورقت قدمها كمان موداي عن الشباب وعن الانتقال اعتقد. ولذلك الناس اذا تحبابروا من قبل قرهم رسالة باللفظ على اللي قدروا. برضو استاذ كوكم بقونا ممكن مساعدينا دي بترجمة واللي، ولكن اوكي انا واصل باللغه العربيه ودي اللي موضوع اللي زي اولكم سله دي بيان مساء دي ديكلاريشن لاعلان فرانكفورت لسلام بين اثيوبيا واريتريا اللي قابلها هلا انه سلام اللي ترحبوا به الناس يرحبوا بالسلام بين اريتريا واثيوبيا ولا سانكشن لعقوبات الامم المتحده مجلس الأمن على أريتريا اللي كانت الرفع بتاعه برضه يرحبوا به ويأملوا أنه هذا الرفع بين العقوبات والسلام بين أريتريا وأثيوبيا يوفر بيئة سليمة نحو الدولة الدستورية والدولة القانونية. اللي في الديكلاريشن الخلاف حوله يا أخوة كان موجود طبعا. الناس كانت رأت بأنه هذا السلام سلام فردي هو وسلام شخصي هو ولا يمثل الشعب الإريتري، وإريتريا قد تكون في مهب الريح ودولة مخاطر والرجل بيبيع إريتريا والناس داير تجي اثيوبيا عايز تخش باي السوفت باور يعني زي ما يقولوا الهارد وبطريقة دبلوماسية عايزين يستولوا على البلد. وهذا النقاشات طبعا كانت موجودة، ولكن طبعا بعدين جت ديكلاريشن بهذا المعنى. في هذا الإطار أنا من وجهة نظري هسه هنا ما أمثل شيء، الأخوة اللي كانوا موجودين هنا برضو كان عندهم وجهة نظر مختلفة، ولكن أنا قبل ممكن كنت كاتب مقال من 3 حلقات حول هذا الشيء وأقول باختصار رأيي فيه. أمريتال موجودة وهي تضحك طبعا، ولأن هي كانت من الطرف النقيض، كانت ترى بأنه حتقول وجهة نظرها إن شاء الله بنفسها، إنه كانت ترى بأنه المخاوف محدقة بإريتريا وأنه الفرد يتصرف بمقدرات الدولة بدون أي مجالس دستورية تمثل مخاطر الناس المفروض يكون عندها حذر أكثر من الترحيب بها يعني. أنا كنت مقال من 3 حلقات حول الشيء هذا باختصار شديد. حأتكلم عن المفهوم العام بتاعي للأمر. أول زي ما تكلمت عن حقوق الإنسان والدولة الإريترية إن الدولة دولة بوليسية. هذه الدولة كما كان يوضح الأخوة في الدولة المدنية هي تبدأ من السيفيك، يعني مش مدنية معناها إنه ما مسلحة، يعني المدنية معناها الجنسية يعني المواطنية. السيفيك ستيت يعني المواطنية، السيفيك جاي من السيتيزنس. ولذلك المواطنة هي حقوق مشتركة ومتساوية بين جميع الناس، لا سياس ولا صلاح أبو راي ولا غيره، الناس كلها متساوية. ولذلك هذا الباور اللي استخدمه من أجل القهر الآخر، هذا القهر ما مبرر بجميع المراحل. لذلك زي ما قلت قاعد نعيش حياة استثنائية ونظام قهري ليس له مثيل في تدمير القيم الحقوق الأساسية البسيطة البيزك هيومن رايت نحن ما عندنا في أريتريا. أول هذا من حيث المبدأ نأخذه بالطرف.
لا بد أن نتكلم عن الساحة الإثيوبية عشان أجي أعرج في أريتريا. وخلينا من ملاحظاتي الشخصية، يعني رغم الناس يقول بعد 50 سنة المفروض واحد ما يقول زي ما يقول فلان الفلاني، إنسان جرب وناضل وعمل، المفروض يتكلم عن تجربته الخاصة وفهمه للأمور. ولكن أنا فهمي هو، لكن خلينا أعززه بمقولتين أو ثلاثة دارسين علماء في هذا الشأن في المنطقة، ومنه استنتج حاجة واحدة. السيفيك ما جاي من استاذي يعني فمش انا السيفيك المدنيه يعني، لكن السيفيك هنا جايه من مش الحقوق السيتيزنز من جايه anyway. خلاف موجود هو فلسفي. فواحد اسمه، انا كنت في مقالي كنت مشير عليه، ماثيو اسمه ريكي، ماثيو ماكركن، هذا باحث محامي أمريكي كاتب مقال من 62 صفحة ولا 61 صفحة في مجلة معنية فقط مختصة بالقضايا. اسم المقال كان من 61 صفحة إنه abusing human rights, abusing self-determination, how TPLF is looting Ethiopia. انتهاك حقوق الحق تقرير المصير، كيف الوياني TPLF وحات هب وتسرق الشعب الإثيوبي. باختصار هذا المقال القضائي العدلي المقدم في محاماة رجل محامي، هو يتكلم في نقطتين مهمتين في المانيفستو بتاعت TPLF في العام 76. هذا المانيفستو يشير إلى هدفين رئيسيين لما قاموا TPLF. يقول الهدف الأول هو في النهاية عايزين تجراي الكبرى. من أجل الوصول إلى تجراي الكبرى يقول لابد من تحقيق هدفين مهمين. هذا الكتاب موجود في الإنترنت، تحصلوه. Abusing self-determination, how TPLF is looting Ethiopia. الهدف الأول يقولوا لابد من توسعة الأراضي الخصبة لتجراي، لأنه إحنا عندهم مشكلة في الأراضي الخصبة الزراعية، الفرتلايز لاندز ما عندهم، ولذلك لابد من توسعة تجراي اتجاه المناطق الخصبة في اتجاه الغرب اتجاه حمرة والقيت، ومن الجنوب اتجاه دين المدنة ورايا ولا ما عارف شنو، واتجاه الشمال بادمة وكذا. لابد من توسيع الأرض الخصبة ليكون عند الدولة ثابتة. الهدف الثاني يقول لابد من الوصول للبحر الأحمر، ويقول عصب تحديدا، يقول عصب لابد من الاستيلاء على عصب والإعلان دولة إثيوبيا الكبرى. في سبيل هذا الهدف الكتاب يوري إنه أي قوة سياسية وعسكرية من شأنها تمثل تهديد أو تمثل عائق أو تمثل حاجز من تحقيق تجراي لهدفهم ديل لابد من إزالتها. ويتكلم عن الإبادة اللي عملوها على OLF وعلى الصومال اللي كانوا يطالبوا بحق تقرير المصير، عشان كده يقول abusing self-determination بناء على المادة 39 من الدستور الإثيوبي. وسجنوا رئيس البرلمان الصومالي، وقضوا على الناشونال شو اسمه ENLF الصومالية، الناشونال ليبريشن الصومال اللي كانت في الصومال، وكيف قضوا على نائب البرلمان وسجنوهم رئيس البرلمان، وقضوا على مطالبهم في حق تقرير المصير، وكيف قضوا على الطلاب، وكيف ولم يلتقوا مرة بمعارضة ويعملوا معها مصالحة وطنية طيلة 27 سنة. أي قوة يمكن أن تمثل تهديد للوصول إلى هدفهم لابد من إزالتها. ونفس الشيء أنا هذا من عند حسي مش الكتاب، نفس الشيء في أريتريا. أي تنظيم سياسي يقول أريتريا والوحدة الأريترية والدولة الأريترية والسيادة الأريترية لم يكن مرحب به كما كانوا، بقدر ما كانوا يرحبوا بالتنظيمات الجزئية والقومية والقبلية والإقليمية والتفتيتية
والسيادة الإرثية لابد من إضعافها، ووسط هذا الإضعاف كان يسبق خطاب سياسي وجديد من التجراي تجرينيا، من التوسعة في ثقافة النيشن والأجازياويان، وكان يعمل كثير ويدمروا الوطنية والمشترك. هذا كان لابد من تدميره. وإريتريا وإثيوبيا كانت في صراع واضح. إريتريا كانت تستفيد من التركيبة السكانية الإثيوبية، ولا بد من إسقاط الوياني. والوياني كانت تعمل بقدر الإمكان من إضعاف إريتريا معارضة حكومة، وعبر الدول الأمم المتحدة، وعبر شنو اسمه السانكشنز، العقوبات الدولية، وفي إريتريا، ومحاصرتها اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا، وإضعاف الروح الوطنية في التنظيمات الوطنية، وتشجيع الوشائجيات والتنظيمات من أجل إيش؟ تدمير المفهوم المشترك للوطنية الإريترية والوصول إلى البحر الأحمر وإعلان دولة تجراي الكبرى. ده بالنسبة للأستاذ ماثيو ماكيرن في كتابه اللي أشرت عليه. جون ماركاكس مدرس التاريخ الإثيوبي ل 27 سنة في جامعة أديس أبابا، رجل مشهور وعنده كتب كثيرة. عنده كتاب هنا مسينا مع بعض، في الأخوة بعدين برضه هنا موجودين ناس، الأستاذ عبد الرحمن ياسين كانوا معانا في الجامعة هنا، مسينا مع الراجل ده في كتاب تدشين هذا الكتاب. كان تقريبا اسم الكتاب إثيوبيا The Last Two Frontiers، إثيوبيا آخر حدين لبقائها، آخر سقف لحدين، آخر شيئين باقي لها لأن تبقى إثيوبيا. إثيوبيا حتتدمر، إثيوبيا حتمشي، إثيوبيا ما يحكموها غير التجراي أمحرو. تجراي أمحرو هم اثنين أقليات، ده ينتقم من ده وده ينتقم منه، وحروب دينية وحروب مش عارف شنو فيما بيناتهم. وإثيوبيا بتستقر وحتضيع ما لم تستعين بإحدى الفرونتيرز. يقول واحد فرونتير هو السوشيال اند ايكونوميك انتجريشن. يقول لابد من الشراكه الديمقراطيه والاجتماعيه والسياسيه بين جميع شعوب اثيوبيا التي لا تعرف نفسها موجوده دوله ولا ما دوله. يقول في اثيوبيا ولا تعرف مدنيه، لابد من انخراط تلك كل المجاميع 100 مليون في عمليه سياسيه وعدليه واجتماعيه واقتصاديه، ولذلك النظام يكون منبسط على جميع اثيوبيا ويستقر وتستقر. هذا يقول إحدى الإنقاذ لبقاء إثيوبيا. أو يقول الحد الثاني هو اللولاندرز. يقول اللولاندرز الأغلبية بتاعت الأرومو والمنخفضات، سكان المنخفضات. يقول في كتابه لابد من وصول هؤلاء إلى السلطة. الأغلبية دائما هي يا إخواننا في جميع الفلسفات وجميع الدراسات هي الأغلبية أمام الديمقراطية. الأقلية لا تعمل ديمقراطية، تعمل فرق تسود، تعمل حروب في الدول، تعرف مش عارف شنو، لأن الديمقراطية حتطمرها. مجرد ما تعمل ديمقراطية هي تنتهي الأقليات، ولذلك دائما الأغلبية هم اللي يبسطوا الديمقراطيات وكذا. ولذلك كان يراهن على الأرومو، وطبعا عمل مشاكل كثير طبعا، والكتاب ممتاز جدا جدا، ورجل درس جميع القادات الممكن لإثيوبيا لمدة 30 سنة في تفاصيلها. وهنا السفارة طبعا كانوا في تجارب ويقولوا له، فالرجل يقول لهم أنا مدرس لملا زيناء ومدرس فلان ومدرس فلان، وده أنا قاعد أتكلم أفهمه، وليس عندي انتقام على حد. هذا الحياة الإثيوبية، ولا يمكن تستقر إثيوبيا ما لم تحكمها الأرومو الأغلبية العامة، إن هي صمام أمان لاستقرار دولة والولوج والدخول في عملية ديمقراطية سياسية مستقبلة. ماس في كتابه إثيوبيا The Last Two Frontiers. في واحد ثالث مبعوث أوروبا ممثل ومبعوث أوروبا للقرن الأفريقي اسمه ألكسندر روندوس. هذا الرجل دبلوماسي مبعوث وممثل الاتحاد الأوروبي
في القرن الافريقي. هذا الرجل في ندوة في نرويجيان Institute for International Affairs، المركز جي للمعهد International Affairs للشؤون العالمية، فيه اللي رأسه رئيس الوزراء النرويجي السابق. في هذا الندوة الراجل اتكلم عن، يقول تجربته إنه هذا القرن الأفريقي إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي تحديدا اتكلم فيها تقريبا. يقول لابد، أنا داير أربط لك المقالتين الأول مع الراجل ده. يقول نحن قاعد ننصح ونصحت أوروبا والحكومات الأوروبية إنه لا يحاولوا يعالجوا دولة على حساب دولة ثانية، ما تعالجوا إثيوبيا وما تدعموا إثيوبيا وتخلوا إريتريا. شوفوا أقروا تاريخ الديني والدموي بين هذه الشعوب والقوميات وكذا، وهي متداخلة، شعوب متداخلة. 3 دولة كانوا بقى 6 دولة، السودان انقسمت، إثيوبيا انقسمت، الصومال انقسمت، ولسه حاملة، هذا البلاد حاملة ممكن تنقسم أكثر وأكثر. ولذلك لا من تحاكموا هذا بعد، لابد as one unit تشوفوها. يقول وحدة واحدة. الاستقرار كيف يجي؟ من يقوده؟ الآن لقوا البازل، خلاص الآن وجدوا الأرومو حاكم إثيوبيا، لا يمكن يفرقوا في هذه الناحية. إثيوبيا هي صمام الأمان لاستقرار إثيوبيا ديمقراطيا، ويجب أن تقود المنطقة كلها. وهذه المنطقة رئيس الأمم المتحدة يقول خلاص العقوبات على إريتريا بقت أبسولوت. هذا يقول من الماضي صارت، لأن إثيوبيا خلاص. ولذلك بريطانيا وأوروبا والأمم المتحدة اللي كانوا عاملين عقوبات على إريتريا لا يمكن يصوتوا برفع العقوبات على إريتريا. هذه الدول لأن عارفين نظام قهري مجرم ديكتاتوري، ولكن ما عايزين يعملوا إريتريا، ما عايزين يخلوا الصومال ويعملوا إثيوبيا. الناس مترابطة يقول قبليا ودينيا، وهذا القبيلة تلقاها في إثيوبيا، وهذا في إريتريا، وهذا مش عارف داخل مع تجراي، وهذا مع جيبوتي، وهذا مع الصومال وكذا. ولذلك هذه الشعوب شعوب واحدة. هي السياسة الأوروبية والعالمية يجب أن تكون موحدة تجاه هذه المنطقة. ولذلك رفعوا العقوبات على إريتريا، مش لأنه إريتريا سلمت ولا بقت ديمقراطية. الأجواء، المناخ السياسي الكامل والديمقراطي يمكن تمثله إثيوبيا، بالتأكيد حيكون عنده تأثيره، الليفريج بتاعه حيشمل المنطقة كاملة. التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، القرن الأفريقي، الحدود المفتوحة مع بعضها البعض، السياسة المشتركة، التكامل السياسي والاقتصادي. هذا من الشأن هذه البيئة توفر نظام ديمقراطي في داخل إريتريا. ولذلك العملية السلمية بين إثيوبيا وإريتريا وفتح الحدود بين البلدين والتكامل الاقتصادي اللي كان يقود زمان قبل الانفتاح هذا أو قبل هذا، مكتب ورقي كان يحكم البلد وكان يحكم الاقتصاد، ما يقدر بعد كده يتحكم على هذا الاقتصاد الواسع في القرن الافريقي وما بعد البحر الاحمر مع الامارات والسعوديه واليمن والقناه المفتوحه ما يقدر. ولذلك من لابد التاثيرات الموجوده في هذا الاقليم ورعايه، وتسمعوا انتم دائما تسمعوا الاتحاد الاوروبي وامريكا والامم المتحده يقولوا السلام اللي جاري بين اريتريا واثيوبيا حيغير الوضع في اريتريا، لانه الحاضنه البيئه الكامله حتوفر سلام في اريتريا. ولذلك هذا الشيء بالنسبه لنا خيار، بالنسبه لي انا خيار، وانا اقراه مع بعض الاخوه وكثار من الاخوه برضه يقرؤوه. هذا السلام بين اثيوبيا واريتريا متأزم منه طرف واحد اللي هو الويان، لانه خسروا الحكم في اثيوبيا. وقبل ما يجي ابو احمد نحن كنا نسمع اريتريا واثيوبيا، والله اريتريا بيعت في الامارات، اريتريا باعوها للعرب، اريتريا باعوها للسعوديه، نفس المجموعه. لا من حس عملوا لا والله اريتريا باعوها للامحره، قاعد يبيعوها للاسمنو. نفس الخطاب بتاعت ويان هو اللي عايز يكبر
ويوسع من دائرة الشك حول هذا النظام. وجميع الناس اللي كانت شغالة على تقرينيا الخطاب الآن لأنه مشروع ضرب كانوا ساكتين، كانوا عارفين أن هم ماشيين صح وماشيين اسمه، ولكن هذا الآن كلهم برزوا في إذهابات، حتى رؤساء ووزراء كبار ما سموا بالأسماء اللي قاعد اليوم اريتريا قاعد تنبعت، ولا يوم واحد ظهر منهم وطلع قاعد يقول ويانا قاعد تفتت الشعب الاريتري على اساس قبلي وعلى اساس قومي وعلى اساس مناطقي وتسلح وتعمل حتى تحطم السوشيال فابريك في اريتريا غدر، ولا اتكلموا يوم. كانوا يقولوا نتمنى قبل ان نموت نشوف الوحده من اثيوبيا واريتريا. ماذا اصبح؟ فتح الحدود وتجاره بينيه، كون تؤجر امارات ميناء في عصب اريتريا مشت لعرب. المشكله مش ان الشعب ان على اريتريا السودان على اثيوبيا، المشكله الناس اللي تكره الاخرين اللي ما عايزين يعيشوا زيهم زي الاخرين على اساس مساواه، لا بد ان يحكموا او يعملوا مشاكل. فهذا الخطاب يجب ان نحذر منه. نحن في مأزقين، في مأزق نظام ديكتاتوري قاتل قود البلد والشعب وجميع الامكانيات البلد دمرها، وبين نظام يتربص الى هذا اليوم ان يشيل اريتريا كلها. وسأعرف خطاباتهم كيف يتكلم عن المسلمين وبين المسيحيين والتفرقه اللي يسووها ومش عارف، من اجل حلم مريض اسمه الاقاعز، دار يعمل دوله تاريخيه مغموره على وجه الارض ما موجوده، ودار يوصلوا. وانتم عارفين كتابهم وفلاسفتهم في الانترنت وفي الكذا. انا اكتفي بهذا القدر. السلام بين اريتريا واثيوبيا، الانفتاح اذا ما مشى بطريقه سليمه بين الصومال وبين جيبوتي وبين السودان، ان المنطقه حتكون منطقه نمور. واكتفي بهذا القدر ولكم التحيه استاذ عادل املايت واخ اكس بي اي والاخوان هناك في سنيتنا، ولكم التحيه. انا صلاح ابو راي. اليوم 30 ديسمبر 2018. شكرا اخ صالح. والله رسالتك وصلت، لكن انا عاوز اسال، مع انه في سنتنا ما ممكن يحتاجوا للترجمه او لجلوس الترجمه، لكن كل الموجودين في الغرفه اكيد يسمعوا عربي وتقراوا كل شيء، وتقرينيا كمان ممكن احسن مني. فشو رايكم نستمر بالاسئله مع الاخ صالح ابو راي ونستفيد من الوقت بدل ما نضيع وقتنا في الترجمه وكذا. لكن ما بقى انا ما اعتقد، على اعتقادي انا ما في واحد اريتري اليوم ما يسمع عربي، او كمان في عربي ما يسمع تقرينيا، كلنا نسمع. بس في المداخله كان اخ ابو راي ذكر اثنين من الاعزاء مرتال ومودعي، واللي كانوا حضروا في الندوه. اذا كانوا ممكن عندهم مداخله بسيطه او كمان يعني تصحيح او يعني زياده في الموضوع، ممكن يتفضلوا، وبعد ذاك هنخش في الاسئله. اذا وافقت ادوني واحد، اذا وافقت في رايي ادوني واحد. اوكي سامدون يا هلا. اوكي عمليات كمان وغيرهم. لانه انا كنت لزياده الفهم كنت اناقش مع اخوي وصاحبي وصديقي كوكر، وقاعدين نتابع، لكن اكيد تضيع وقت. هو اذا موضوع الليك هلا ربي تبل. اوكي قالوا اوكي، كله قالوا تمام. ستنا وحبيباتنا وعزيزتنا امرتان، عندك مداخلة في هذا الشيء قبل ما ندخل في الأسئلة؟ اوكي خذ المايك. ما قلت لك اديني واحد وبعدين قلت نو ثانك يو. يعني اذا ندخل في الاسئله يعني حتوتات كنابتين حتوت اللوسف ايدي الحجي حتوت اللو.
موجودة. أوكي موجودة. تسلم. إن شاء الله إن شاء الله دائما تكون موجودة. كم زمنه إذكار كلام في حكاية بركاس الذي تسمع معك يا حبك الذي أبتزيد لنا حتى تسكن أتيني دلل أبزي جزا كمل لفظ الله نقول ناكر طبعا عليه تولدتنا بحنت قرع ويكا يرتراه الله وانا يتعين أمن مالتي كلنا سأنزل ترديكم تسرعكم صبغي بالعنى إذا على سبق سعجيريا لهم يا ريت ترفعوا ايدكم يا سامدون وكل حتى عزيزنا موداي هديك جماعة نادام بدين السفر القبانة. اوكي يا ريت حتى اسأل يا اخي وكمان رافع اكس عليكم انا ما تصدقني لك لكن انت عملت خلاص استمر تعالي. اولا السلام عليكم. لا لكن اكزيفير بجد قلت مضبوط على مكانته. اولا السلام عليكم يا اخواننا وكفل لكم. ايوه ما لا يدريني لك ودنا الامر تبينه سمع لكم سمعوا لكم طبعا. اولا استاذ صلاح شكرا يا استاذ يعني يعني took your time زمن كنت نسأك وقت كنت قتلك هل يكون هو موجود ما سمعني كملايت سمعني لا. اوكي فسرد مسأك يعني اللي فرانكفورت سيمبوزيوم يعني in detail تسألنا نشكر. أنا طبعا يعني I want to take it from the last bit يا صلاح يعني كنت تتكلم طبعا عن سياسات اثيوبيا وطرقت so detailed عن أحد التنازيم بتاع PRDF وويانا يعني هل ناقشت بهذا الصورة يا صلاح يعني في السيمبوزيوم يعني this was يعني ولا دي يعني outside آرائك this is one of my questions لأنه يعني لما كنت تقول يعني very very clear والريفرنس اللي كنت تعطينا برضو يعني clear دي واحدة. ثاني لماذا يعني قلميت أسألكم اللي دولة علمانية و دولة civic state and secular state يعني why did you differentiate why don't you say one of them يعني ما كان يكون كفاية عشان واحد يقول يعني دولة علمانية يعني لماذا دولة علمانية ودولة يعني civic state يعني فدي دولة مدنية يعني لماذا دولة مدنية ودولة علمانية يعني لأنه زي ما تعرف يعني عنده فرق طبعا الدولة مدنية أو الدولة علمانية the slight difference في الأقل في البروبوننتس بتاع في الشرق الأوسط يعني وشكرا شكرا. وراي مايك بالكات مثلا وراي مايك مثلا أنا تعرضت للربيع لازم مسموع مش كده شباب؟ مرحبا أستاذ سامدون لك جزيل الشكر والتقدير وشكرا للكلمات الجميلة بتاعك. لا أنا أسألكو بيالكو أستاذ سامدون إنه ديكلاريشن فقرة وخلاف على ديبا التا نفسه إنه سلام هاللولي هالذي بإريتريا بين إثيوبيا وإريتريا ودولتنا فرهتا وكذا وأمريتال كمان واحدة من الناس اللي قالت الكلام ده وشاركت في هذا النقاش. وأنا طبعا اعتراض علي بأنه السلام قال لك اللي شجع بديبه عشان يغير الأوضاع في إريتريا ابنيات قليل بقى. وأستاذ سامدون طبعا قرون طبعا رأيت أمر دي بالموضوع اللي إنه
البيئة، يعني رفع الحظر من أريتريا وفتح الحدود بين أريتريا وإثيوبيا وإيقاف الحرب، على الأقل ترفع حجج من النظام بأنه هو معرض لانتهاكات ولحصار دولي من دول إقليمية ودولية، والنظام يعيش حالة غير طبيعية اللي كان يقول للشعب الإريتري ونحن بنحارب ونحن عايشين بحالة حرب، نحن ما مستعدين للدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والدولة أهم من الوطن، أهم من الديمقراطية، والسيادة أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه كل الدعاوي رفعت لما رفع الحصار وفتح الحدود مع اثيوبيا. ولذلك الشباب الاريتري الان لو الحياه الديمقراطيه والعداله وكيف يعيش في اريتريا، وليس ان الدوله مهدده او عند عقوبات، لان هذا رفض. ولذلك هذه البيئه بمجملها توفر شروط التغيير السليم في اريتريا. بالنسبه للموضوع الثاني استاذ سامدون، لا والله ما ناقشنا بهذا العمق. انا تكلمت وقلت الكلام ان انا حقول رايي، انا كنت كاتب مقالات في هذا الموضوع، وانا قلت حقول رايي وليس راي الفرانكفورت. فرانكفورت خلاف كان، ولكن طبعا الديكلاريشن طلع بهذا التأييد لعملية العقوبات في رفع العقوبات بين اريتريا مع اريتريا، وحارة السلام رحب بها بين اريتريا وسوريا، ويقولوا هذا بتوفر سليم نحو الدولة الدستورية. بالنسبة للدولة العلمانية، أنا بعتقد العلمانية إذا يعني في سيت، يعني وديك ساب سيت الدولة المدنية. والدولة المدنية طبعا خلافات فعلا. الشرق الأوسط طبعا نتكلم الدولة المدنية بأن هي الدولة التي لا يحكمها العسكر، وهي دولة اسمه شنو، لكن إذا ناخذها على السيفيك هي دولة المواطنة. هي المواطنة اعتقد اللي هي لأنه المواطنية طبعا تعتمد على الشخص أكثر من الكتل الدينية أو الثقافية أو كذا. ما مسموع كويس ولا متقطع صوتي الأخوة الأعزاء؟ الحوار قاعد يقول أوكي ثانك يو. أيوة، أنا ما شايف برضه، اتفق معاك أستاذ إدريس، أستاذ سامدون، بأنه ما في فرق حقيقة. أنا بعتقد العلمانية هي فئة شاملة، يعني كومبليت سيت، والدولة المدنية مهما تكون داخله دول الثاني هو ساب سيت من الفئة الشاملة هي. بعتقد كده، وإذا عندك إضافات تساعدني في فهم الأمور أكثر أكون شاكر، ولكم جزيل الشكر. شكرا. مساء الخير. عند مسيخهم. هل أنا مسموع؟ طبعا عندي مشكلة في المايك. أوكي. أولا مساء الخير أخ صالح أبو راي. يعني أولا تشكر على المعلومات وعلى، يعني أنا أعتبره بمثابة يعني محاضرة كانت ودرس. لكن خليني أسأل بس في الجزئية الأخيرة من كلامك. يعني الاعتماد هو على